المسلمون، إننا نحتاج إلى عناية عظيمة بقلوبنا وأرواحنا. إننا نحتاج أن نغتنم مواسم الخير التي يهيئها الله لنا تفضلا منه وإكراما منه، وهو الغني الحميد، هو الغني عن عبادتنا، هو الغني عن طاعاتنا، هو الغني، وهو الذي يهيئ لك أسباب الإقبال عليه، أسباب التوبة إليه، أسباب الرجوع إليه. فالله هو الذي يهيئ لك وييسر لك مثل هذه المواسم ومثل هذه الغنائم العظيمة، فعلينا أن نبادر باغتنامها، بأن نجدد التوبة صادقين لله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فلتعقد العزم على مفارقة الذنب والإقبال على ربك، ولتعقد العزم على استقبال رمضان استقبالا عظيما، ولتعقد العزم على التلاوة لكتاب ربك، ولتعقد العزم على صلة الأرحام والبر، ولتعقد العزم على الإحسان للجيران وعموم المسلمين، ولتعقد العزم على الدعوة إلى سبيل ربك وتعليم الجاهل، ولتعقد العزم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابه وضوابطه وشروطه، ولتعقد العزم على مفارقة حطام الدنيا وزهرتها بأن لا تنخدع بها، فإنها غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله يمن عليك ليلا ونهارا، تترى نعم وفضائل، إدراك شهر شعبان كي تتهيأ التهيؤ العظيم لما قدم رمضان. لا تتهيأ بالأطعمة ولا تتهيأ بالأحوال التي يعيش عليها كثير من المسلمين. تهيأ بالتوبة، تهيأ بالتوبة، تهيأ بالندم، تهيأ بالإقبال على الله، تهيأ بالإحسان بعدما أسأت، تهيأ بالإقبال بعدما ابتعدت، تهيأ بالتوبة وقد جنيت وأسرفت وأذنبت. تهيأ فإذا مت قبل رمضان فما على المؤمنين من سبيل وما على المحسنين من سبيل. لقد عقدت التوبة، عقدت العزم على التوبة، فإن أخذك الله قبل هذا فإنك مت على توبة. عباد الله، الأمر مغنم عظيم وفرصة سانحة طيبة يمن بها ربنا على عباده. المتفضل البر الرؤوف الودود هو الذي هيأ لك إدراك هذه الأيام وهذه الليالي. فادعوه أن تشهد رمضان، ادعوه أن تكون من أهل رمضان، ادعوه أن تكون من أهل الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتراويح، ادعوه فإنه هو البر الكريم.